we settled for the last. Couldn't let you want it though. طارق، قدامك الكاميرا، تكلم ويا جمهورك متابعيك من خلال قناة دويتو النجوم أو من خلال السوشيال ميديا اللي كانوا يتابعوك عن طريق الانستغرام وعن طريق السناب شات. باختصار منه طارق وشنو هدفه؟ طبعا بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم اخباركم حبايب قلبي؟ طبعا اعرفكم عن نفسي، اسمي طارق صبار ولقبي هو الحديث من قضاء حديثة بالأنبار. أهلا وسهلا. أهلا بيك. عمري 25 سنة وليس 24. كذاب. لا هاي أول كذبة أخوان. صدقوني ما لكم علاقة. هذه أول كذبة أنا أقول لكم. الرجال فايت بالعمرين، عنده ضغط، عنده سكر، مليان أمراض، مليان. لا 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 بليز بليز. طبعا موهبة التمثيل هي موهبة بداخلي من أنا صغير. طبعا هذا الشيء كان بداخلي من أنا صغير وما حد يعرف به، لا أهلي لا اللي قريب علي لا يعني حتى أصدقائي. طبعا من خلال هسه كلامي راح يعرفون كل أهلي وأصدقائي إنه هاي الموهبة عندي وأنا صغير، إنه أنا كنت أحب إنه أنا بيوم من الأيام أكون ممثل. يعني ما كنت أتوقع إنه راح أكون يعني جزء ممثل كوميدي أو ممثل يعني بشغلات. حاليا اللي دا أخذه هي أدوار، مجموعة أدوار. يعني إحنا كل واحد بينا بدويتو النجوم دا ياخذ أكثر من دور، يعني لأن بداية إحنا نريد نصعد دور 16. نريد نصعد. بالمناسبة كلمة نريد نصعد ولو طارق دا يحكي كلمة كلش حلوة يا أخي. أنا أريد أصعد، ترى مو عيب الموضوع يعني. صحيح. عندنا بالتعليقات مثلا يقولوا تريد تطش، تريد تنعرف. اي يا اخي اريد تطش، اريد انعرف، ترى الموضوع مو عيب. ترى هذا الموضوع حق مشروع، يعني انت مو جاي تعايرني به. بالعكس، ما دام تقدم شيء نظيف او حتى قد يكون انتقاد، انا اشوف شيء غلط من حقي انه انا انتقده. الموضوع كلش طبيعي يا طارق. جعفر من دك عليك؟ جعفر. طبعا موضوع جعفر موضوع، يعني هذا سالفته سالفه، وطارق زلزله هم موضوع. يعني بعد لحد هسه العالم دا تقول طارق زلزله، دا تقول ابو سكينه، يعني دا تقول شاشي يحب سوزان، شاشي يحب سوزان، ولحد هسه ودا يكافح من ما ندري ايش راح يصير بالاخير، وما ادري شنو موضوع. ايش كم شوجان كم سوزان وكم ما تعرف قلب هندي. فاني من خلال تعريفي عن نفسي لكم، يعني دائما اريد مساندتكم الي. اني طبعا اوجه رساله لاخوتي بقضاء حديثة واقربائي واهل الانبار كلهم. ان شاء الله العراق كنا احنا اخوه سوا متعايشين ومتحابين، وان شاء الله يا ربي يرجع الامن والامان لبلدنا ونرجع لبلدنا ونشتغل ببلدنا، ونعين اي شخص يطلب من عندنا اي مساعده. ان شاء الله احنا هسه بدايه نفتر على سنان حتى يكمل الموضوع. بالنهايه هاي نهايه مو بدايه صار شوي. عسري. طيب هذا طارق بكل بساطه. طارق احد الاعمده الرئيسيين اللي موجودين ضمن قناه دويتو النجوم. من طارق خلونا ننتقل الى شاشي. يا شاشي عيني، شنو من جت تسميه شاشي؟ انت انا ادري بيك اسمك احمد يعني. اوكي. السؤال الثاني همنا باختصار، لان هم طولنا على المتابعين. شنو اللي شفته مختلف بقناه دويتو النجوم بالعمل ويانا انت، عكس العمل اللي كنت تقدمه انت عن طريق السوشيال ميديا والانستغرام والتصوير مالتك عن طريق التليفون؟ وياك الكاميرا. السلام عليكم متابعين ومحبين، ومساء الخير عليكم. طبعا انا اسمي شاشي. ليش طلعوا اسم شاشي؟ انا اسمي احمد من البصره، مواليد 21 مواليد 21، يعني شويه اكبر من جدي شويه. يا مواليد كمل مواليد 98، عمره 21. قال 21. هو مواليد 21 اوكي، وعمره 98 سنه. زين ما ظل شيء. طبعا تسمية الشاشة صارت من ولادتي، جدي الله يرحمه سماني هذا الاسم.
ومشت علي بين اصدقائي وبين اهلي وكل الناس اللي يعرفوني، وبالسوشيال ميديا انعرفت باسم شاشي، ما حد يدري بي اسمي احمد. طش اسم شاشي، الكل عرف شاشي بالانستغرام وعلى الفيسبوك، والحمد لله والشكر. وراح نبقى بهذا الاسم طبعا، ما راح اغيره ان شاء الله. هسه وبعدين ان شاء الله يا رب. شنو شفته بدويتو النجوم بالعمل ويا الكادر يعني؟ العمل اللي شفته ويا دويتو النجوم طبعا عمل مختلف صراحه عن المقاطع اللي كنت انا اصورها. طبعا المقاطع كنت انا اصورها المتابعين يدرون بيها، متابعيني مجرد سنابات لا اكثر، مدتها ما تتجاوز 20 ثانيه 15 ثانيه. بعدها تعرفت عليكم طبعا، احلى اصدقاء طبعا تعرفت عليهم بحياتي صراحه. دويتو النجوم علمتني هواي اشياء، شوفتني شغلات هواي، كاميرات، تصوير، يعني تطورت بهواي امور، يعني اضافه للاجهزه اللي موجوده اللي جاي نصور بيها وجاي نشتغل بيها، خلتني احب الشغل، خلتني احقق الحلم اللي انا كنت اطمح له يعني من قبل فتره، او من الابتدائيه كنت انا احلم بهذا الحلم طبعا. والحمد لله والشكر بديت احقق الحلم شويه شويه طبعا بجهودكم والتعاون. والله بدعمك انت همنا وبمجهودك الشخصي، كل واحد من عندنا اللي يقدمه هو اللي يخليه يصعد اكثر واكثر. طبعا شاشي وطارق من الاصدقاء طيبين كلش والعزيزين على قلبي، اضافه ان هم رئيسيين ضمن قناه دويتو النجوم. بالنسبه لي يعني انا اسمي سنان رحام، مواليد 83 من سكنه بغداد، ولادة بغداد كذلك، خريج بكالوريوس اعلام وكملت ماجستير خارج العراق، هم كذلك اعلام اذاعه وتلفزيون. كنت مقدم برامج بلشت بقناه الرشيد الفضائيه اللي صاحبه الفضل الاول علي، بها اشخاص مميزين جدا اصحاب فضل علي لحتى هذه اللحظه اقولها، استاذ امجد توفيق، استاذ مشتاق المعموري، استاذ محمد الحبوبي، استاذ فراس الراوي، استاذ قحطان فاضل، وغيرهم ما شاء الله عليهم. اتمنى لهم يا رب الموفقيه وادعو لهم دائما بالخير يعني على الشيء اللي علموني اياه، اضافه الى كثير من القنوات العراقيه الاخرى، لحد ما وصلت لهنا وشفت الاعزاء والابطال، وقررنا يصير دويتو النجوم بفعاليات وبفيديوهات مختلفه عن الباقيين. اتمنى يا رب بدنا نقدمه ان شاء الله ينال اعجابكم، واللي راح نقدمه همنا كذلك ينال اعجابكم، ودعمكم هو اساس راح يصعد ان شاء الله يا ربي وياكم انتم ان شاء الله. بقى موضوع اخير، انا راح اقوم عندي شغله وارجع اريدكم بسرعه تقولوها للمشاهدين للمتابعين. اكو شيء عندنا مميز جديد راح ينطلق، شوفوه. ذب الحمل علينا. هذا راح. حبايب قلبي طبعا اكو شغله جديده، اضافه السكيجات اللي تنزل يوميا على قناتنا الخاصه دويتو النجوم الساعه 10:30. اكو موضوع راح يصير بنص الاسبوع، انه ننزل فلوجات جديده وحلوه، وراح تترقبوها وراح تشوفوها وراح تنال اعجابكم ان شاء الله. انتظرونا بفلوج يوم الثلاثاء وسكيج يوم الجمعه. تحياتي لكم حبايب قلبي. Who am I to let you down? No. راح اسوي لهم مسابقه، طبعا راح اسوي لهم مسابقه. هذه دوندرما، كل وحده شكل وكل وحده طعم، نشوف طعمها شلون هي، راح يكون ختام الفيديو شلون يقدرون انه يعرفون طعم هذا، راح يغمض عيونهم ونشوف قدرتهم بالتذوق وقدرتهم بس بالتمثيل هي زياده. هذه موز، هذه شليك، وهذا برتقال، هذا ما ادري شنو هسه راح اجربه انا اشوفه. يلا تعالوا ويانا وخلينا نشوف شلون راح تصير. رجعنا وياكم. ختام الفيديو هذا وختام هذا اللقاء، تشوفون قدامي دوندرما، 4 انواع من الدوندرما، كل وحده طعم. خلينا نشوف الابطال اللي عندنا اقوياء بس بالتمثيل وبس بالتذوق همينه، ممكن يعني يكونون عندهم قدره رهيبه. غمضوا عيونكم حبايب. نبلش بمن؟ نبلش باثنيناتهم، كل واحد له 2. تمام؟ غمضوا اثنيناتهم، ما حد يفتح، وانتوا حتى لو باوعتوا بس اوكي. غمض عينك. اوكي مغمض. نشوف هالشنو. فتح سوكم. كلت منها شفتك. ادري سنان تفضل تاكل سنان. بس اصبر لي بدي اعرف هذا الطعم شنو هو. يلا طارق. انا اعرفها هاي ترى بالمناسبه. هذا شنو؟ احكي بابا بس ده اميز. هسه شطيتك خلصت.
ما لحقت شنو طعمها؟ ما لحقت اعرف طعمها، خلصت بحلقي. خلينا نشوف منو راح يعرف بيهم. ليمون. ليمون. برافو عمي، والله جابها عدل. انا اكلتها بسرعه. هسه بذوقها، اوكي اكلتها بسرعه، حد قال لك كلها بسرعه؟ ذوقها كنت والله. مستعجل. شو والله؟ ليمون لو مو ليمون؟ ليمون. ليمون تمام. يلا هسه شاشي 1 وانت 0. خلينا نشوف شاشي. شاشي شمشم. اوقف، لا تقول شاشي كل شيء، لا تقول شاشي، خلي وكل العينتين همينه. يلا يلا. شاشي شنو هذا؟ بطيخ. انت شنو هذا؟ بطيخ. هسه لا تغش من عندي، اوقف انا ما راح اغش. مبينه بطيخ. مبين بطيخ. يابا والله مو بطيخ. زبيب. يعني شنو انا مثلا دا اعرف بيها وانتم ما تعرفون؟ اناناس. اخر اجابه من عندكم اثنيناتكم شنو؟ فلنطينه يا خندق. نضوقكم بعد أوكي. نضوقكم بعد اثنيناتهم. تكرار. يا واش وينها؟ يا واش اصبر. عواد. يا موز. يلا شاش شو تقول؟ موز. انت شو تقول؟ احكي خاف اقول موز هم تقولوا لي غشيت. اخوي انت على طعمك شنو اللي بحلقك؟ انا ما احب الموز بس مبينه موز. مبينه موز. اجابه صحيحه لاثنيناتكم. هسه شاشي 2 وانت 1. حكي عدل؟ لا تحكي شنو؟ استطعم بس واسكت. تمام؟ انا اعرفها هاي اعرفها انا. افتح حلقك. شاشي شنو هذا؟ اوقف انت لا تحكي، خلينا نحكي. هذا خلينا نخاف يغش من عنده. طارق هذا شنو؟ ايش بطي كان؟ مقلوبه بطيك. مثل الفراوله. برتقال. شاش الربح. برتقال. يا اخي انت مانيش فيك. والله العظيم يا اخي انا من نادى اشم ريحه برتقال والله لا ذوقان. شو؟ يا اخي تقول لي لونه برتقالي. يابا والله برتقال. مو اللون. مو باللون هي. شفت انا هذا موز هذا؟ مبين موز. شلون مبين موز؟ مبين باع شلون؟ مو اصلا ابيض. الموزايس على صفار. هذا مبين ليمون. هذا ما بين. غمض عينك غمض عينك. لا تحكي شاشي. هاي انت خسرت ترى. عادي. مربى فراولة. يلا مشمش. فراولة كم مشمش. لكنكم مشمش وردي. لا صدق مش هاي. عمي والله فراولة، انا قلت له فراولة حط لك هيك والله العظيم. شو خلى ذوق والله سوى عندي بعد مو مش. يابا والله فراولة. فراولة شنو؟ ما تقول لي. حياتي هاي اصلا. تذكرون هاي الدون درمو متشيس؟ نفس الطعم والله العظيم مال فراولة. انت ما تتذكر انت مواليد 2004 ما تتذكر. الانتصار شاشي وانت التذوق مالتك 0. تمام. هسه شو راح تنطي يعني؟ ما اعطيك انا كنت اريد اعرفكم هسه بالتنفيذ زينين وبالتذوق زينين لو. انا بذكر ما حد يلحقني. لان هاي اول مفاجاه بالمناسبه. الشغلات الثلاثاء اللي راح تكلمنا بيها احنا اصلا يعني انه راح يكون عندنا فتشي يوم الثلاثاء راح تكون بيها العاب مثل اللي هسه بلشنا بيها. تحياتنا لكم ونطلب الموافقين ان شاء الله من الله ونطلب الدعم كذلك من عندكم همينه. انتم الاساس، انتم اللي تنجحونا وانتم اللي توصلونا للمراتب العاليه جدا وانتم اللي تدعمونا. بلا اياكم انتم احنا ما راح نقدر نشتغل. مو يا حبايب؟ اكيد طبعا. نقول حياكم الله. حياكم ومع الله. السلامة. مع السلامه وانتظرونا اعمال جديده. يلا حبيب بكر. يلا حياتي انت لك 2 يا